أهلا وسهلا أصدقائي، أويلي أجي تشوفوا آخر الأخبار ديال شيماء من الضحكة وداك راجلها أشرف. واحد الصحفية ما قال ليها لا صح حتى نزلت واحد الفيديو كتقول بأنه هذا هو السبب، واللي هي متأكدة منه 100% اللي عندها دلائل على هذا الشيء، علاش شيماء مابقاش كتحمل الشعره بداك أشرف، وأنه هذا الشيء ماشي تمثيل ولا قبل البوز. الصحفيه قالت واحد الحوايج اللي هما الاخوان ما يمكنش. المهم ندخلوا في الموضوع نيشان ونديروا مع بعضياتنا واش هذا الشيء صحيح، واش غتطلع علينا، ولكن هاد الصحفيه راه مشهوره علاش غادي تطلع علينا، وغتقولوا منين جابت هاد الهضره كامله. غنقول لكم كيف ما قالت هي بانه شيماء دخلت في واحد الجمعيه، وديك الجمعيه عندها هاد الوراقي، وهاد الصحفيه واخا يكون هاد الشيء بصح ما كانش عليها تطلع وتقول هاد الشيء لانه بحال حطات البنت بوجهها. وقالت لكم قصه شيماء حسب داك الشيء اللي مكتوب في الشكايه ديالتها. شيماء فتاة مغربيه العمر ديالها 24 عام، شاده الباك بواحد المعدل محترم. وقالت على شيماء ان واحد البنت اللي ماشي قافزه وما عارفاش بحق الوقت المهم اللي جا غادي يديرها بها. البنت دارت واحد التيبهله وصدقات ليها في التيك توك، والناس ولاو يبغيوها، ها اللي كيدعمها، ها اللي كيوقف معاها. المهم تكون المحتوى ديالها هادف ولا يكون المحتوى ديالها ماشي هادف، دارت بلاصتها وحتى واحد ما يقدر ينكر هادشي. حتى تسلطوا عليها واحد الشلهبيات ما عرفاتهم منين تسلطوا عليها، ولكن تسلطوا عليها على قبل المشاهدات والفيوز اللي عندها. ها اللي قالت لك دخلت في هذه المسابقه، ها اللي قال لك التيك توك عيط ليها. المهم كانت وحده ولا مجموعه ديال النساء هما اللي كيسيروها، ها فين تمشي ها فين ما تمشيش. هي ما كتعرف والو فهادشي. حتى دوك المسابقات لاش كيغوتوا عليها على قبل انها كتشهر ديك المسابقه ديالتهم، حيت نوعا ما عندها المتابعين ديالها. وقالت لكم داك الموضوع اخر، حتى واحد ما غادي يجي وغادي يديك البلدان هكاك وغادي يدير لك الاقامه في الامارات هكاك بلا ما يكون عنده معاك شي مقابل. هادشي اللي قالت، وراه في هاد الدنيا حتى واحد ما كيدير شي حاجه بلا مقابل الصراحه. المهم هي ما بغاش تطرق لهذا الموضوع، قالت لكم الموضوع الاساسي ديالها شنو هو المشكل بينه وبين اشرف. المهم شيماء غادي تتعرف على اشرف، خصوصا من غيبدا يصيفط ليها السبوعه، غيلفت الانتباه ديالها، غتبقى تهضر معاه في الخاص. المهم غادي يدخل على انه داخل سيريوز وما باغيش يتفلى وباغي يتزوج بها. اي بنت غتسمع بحال هكا غتشوف واحد عنده الفلوس، ساكن في برا، عنده الطوموبيل، كيلبس مزيان، اي وحده بلا ما نكرو غتشوف هاد الشيء مثلا، خصوصا انه شيماء ما كتمتاش واحد الزين اللي غيكونوا الناس واقفين عليها، يعني مسراره وجهه في اللايفات كامل فلترات. ملي شافت اشرف مت شيماء في الواقع قالت لك مدبوغ ضاربه فيه الشمس، ولا كيبان ليها في شكل المراه بحال كتحس راسها تضحك عليها، فهمتوا؟ وماشي دوك الفلوس كيف كان كيدير، كيف ما قال بانه قالوا الاخوان صيفط ليها في ليله وحده 34 سبع اللي تقامت القيمه ديالته 12 مليون. قال ليها شوفي هذا راه هو ديال العرس ديالك، يعني هاد الفلوس ديري بهم العرس وقادي بهم داكشي. هادشي اللي لحد الان مبغيتي تفهم ليا واش ما كاينش شي حاجه سميتها كونط بونكير، علاش غتصيفط ليها السبوعه واصلا التيك توك رابح معاك النص في داك الثمن ولا 70% اكثر من النص في داك الثمن. كاين واحد الحاجه سميتها الكونط بونكير غتصيفط لها الفلوس غيوصلوها تمتم. هادي اللي بغيتي تفهم ليا. هذاك دخلنا في واحد الموضوع اللي هو اخر ديال غسيل الاموال نيشان. وغادي يجيب ليها السيد خاتم ديامو، اللي غادي يمشيو يشوفوا داك الخاتم ديامو غادي يلقاو بانه فيه يعني داير 40,000 ريال. هو كان تيقول بانه عنده داك الوراقي، ولقاو دوك الوراقي يقدر يجبديهم من الانترنت، يعني اي واحد يقدر يجبد دوك الوراقي من الانترنت ماشي حقيقيين، وتقدر دير لهم فوتوشوب وتخرجهم، ماشي كيف ما تيقول ب7 المليون. هنا فين خلى امها تعرف بانه واش لهبي وبغى بنتها على قبل الشهره، والله اعلم ماشي اللي كتقول الصحفيه. المهم تزوجوا، ضربوا العقد، كل شيء هو هذا. حتى غادي يجي داك النهار قالت لك بعدا ملي كان جاي كان عنده واحد السامسوني في اللور ديال الطوموبيل في هذاك الشيء ديال زائد 18. نتوما راكم فاهمين بلا ما نبقاو دوك الالعاب ديال الخيال العلمي. وفي ليله الدخله قال لك السيد دار لها المينوط راك نتوما عارف. المهم كرفص الدريه حتى جاتها ايموراجي وما داهاش للسبيطار. لكن اختي في ثاني نهار كانوا داروا لايفات وكيبانوا كيضحكوا وهي ما خاصها خير وكتوكلوا بيديها وعادي. وكل اشرف جلسه اشرف عادي، ما كاينه حتى شي حاجه، يعني داكشي طرا معاها والغد اللي غادي تكون هكاك، اولا هي صافي جمعات راسها وقالت صافي عادي ندوز باش ما عطا الله اعلم. وتيقولوا بانه صورها ودوك التصاور كانت تتقاسمهم مع صحابو وكيبداو يطنزوا عليها، وهي دابا كتطلق في المحاكم ودابا شي 2 سيمانات وغتكون عندهم الجلسه. باش ضحكاتني قالت لك الصحفيه الام ديال شيماء قالت ليها من يلا شفتو صدمات نهار العرس، كانت تقول ليها بان نهار اللي كتبوا الكتاب كانت كتقول ليها بانه كنت كنشوفو كيبان ليا بحال الامير في التيك توك، هذاك
مزيان اللي عنده الفلوس اللي غيعيش بنته سعيده، ولكن ملي شافتو عاقت بيه هو غشلاه بيه. تيقول لك طماع كيغلب عليه الكذاب. هذا الشيء اللي طرا. وقالت لكم هو تزوج بشيماء على قبل الشهره، وهي تزوجت به ماشي انا تنقول ماشي حمقى على الدرجه، ولكن هي تزوجت به بان دوك السبوعه قالت صافي هذا راه عنده الفلوس وكل شيء، ما حضرتش عقلها مزيان، بغات تمشي لبرا حتى هي تعيش برا. ويقولوا شيماء حيت كلشي كان كيتنظ عليها كيف ما كتعرفوا، وكلشي كيضحك عليها وكلشي كيعيب فيها، قالت انا غادي نفقسهم بهذه الطريقه. هي كانت بغات تفقسهم ساعه صدقات فقسها غراسها. نتوما اش بان لكم في هذه الهضره؟ واش بصح ولا كتنظوا علينا كاملين وحنا غاديين في هاد الطنيز؟ وهادشي اللي عطا الله.